السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل اخواتي وحبايبي الغاليين. يا رب تكونوا في احسن حال في اتم صحة. اولا كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة عيد الاضحى. ربنا يعيد عليكم الايام بخير ان شاء الله، وربنا ينصر اخواننا في غزة وفي فلسطين. ويكون معين ليهم يا رب العالمين، اللهم امين. ويعيد عليكم الايام بخير ان شاء الله. النهاردة هعمل معاكم أكلات العيد اللي احنا يعني دايما بتبقى في البيوت المصرية. حتى لو ما عملناش طول السنة أنا في العيد لازم أعملها. هعمل معاكم الفشة بطريقة سهلة وحلوة أوي إن شاء الله تعجبكم. وكمان هعمل معاكم الكمونية أو الكرشة. أول حاجة هنا أنا معايا دي الفشة، عاملة لها محلول نقع، طبعا غسلها كويس قوي. محلول النقع بتاعي عبارة عن المية، بضيف عليها معلقة من السكر ومعلقتين من الملح، وكمان حوالي معلقتين أو 3 معالق كده من الخل. يبقى ليمون وملح وخل وسكر وبنقعها في المية. نفس برضو المحلول اللي أنا عملته للكرشة، وهسيبهم حوالي ساعتين. بعد كده بدأت أسويهم. طبعا أنا مقطعة الفشة والكرشة، بخليهم قطع كبيرة بالشكل اللي حضراتكم شفتوه ده. بعد كده بقى باخدهم واسلقهم. طبعا هما منقوعين بما فيه الكفايه. زي ما حضراتكم شفتوا كده. ضفت نص بصلايه مقطعاها، وكمان معاها ورق لوري وشويه جنزبيل وفصين توم. ده عشان يبقى ما فيش ريحه للكرشه او للفشه. وبستنى عليها بقى لما تستوي. طبعا الاول بتبقى على نار عاليه، وبعد كده بهدي النار عشان تستوي معايا بسرعه. ما بضيفش ملح طبعا معاها لغاية ما تستوي، وهنشوف هنعمل ايه. والفشة نفس الطريقة برضو، يعني برضو ضفت لها الحاجات اللي ضفتها مع الكرشة. وهسيب بقى اسيبهم كده يستووا. هنا معايا بقى الفشة بعد ما استوت. خدتها غسلتها تاني. وطبعا حضراتكم عارفين اني مش حاطه عليها توابل ولا ملح. وقطعتها بالشكل اللي حضراتكم شفتوه ده، بالحجم ده. وضفت عليها 3 معالق من السمنة. انا ما بكترش المادة الدهنية في الاكل بتاعي. عايزة الاكل يبقى خفيف وصحي كده. الطريقة دي حلوة قوي بصراحة، وبتبقى يعني حلوة في الاكل وخفيفة. ضفت عليها بقى بعد السمنة ضفت معلقة كبيرة من الثوم المهروس. الثوم بيديها ريحة وطعم حلو قوي. بعد كده كمان التوابل بتاعتي شوية ملح وشوية فلفل اسمر. وكمان شوية كمون على كزبرة. طبعا يعني ايه على ما الحياء بتاعها يظبط معايا. لو لقيتها محتاجة تاني ملح بضيف لها. وهنا كمان معايا 3 طماطمات مقطعهم مكعبات كده. والطماطم اللي انا بضيفها طبعا مش بحب اضيف طماطم كتيرة. انا اعملها كده تبقى يعني مش يعني يا دوب على قد ما نغمز، مش تبقى فيها صلصة كتير يعني. ضفت الطماطم بقى كده وبدأت اقلب وهسيبها شوية. الحقيقة الطريقة دي ان شاء الله هتعجبكم قوي. انا يعني بعملها بالطريقة ده على طول وبتبقى جميلة جدا. هسيبها بقى حوالي ربع ساعة كده. برضو كل شوية كده اقلبها عشان ما تلزقش. وطبعا انا بسيب الطماطم لغاية ما تنعم وتبقى مهروسة خالص كده. وضفت لها يعني حوالي كوب من المية. برضو هيساعد في اللي هي الفشة طبعا معايا مستوية. واحنا عارفين ان الفشة كمان لازم تبقى مستوية قوي، والكرشة عشان يعني الواحد يعرف ياكلها كده بتبقى جميلة، عشان ما تشدش معانا. فبسيبها طبعا بديها فوق السوا شوية كمان. زي ما انتوا شايفين كده الطماطم معايا نعمت كده وتهرست. معايا بقى هنا فلفل الوان على نص قرن فلفل حامي.
لو مش حابين الطعم الحار ممكن تستغنوا عن الفلفل. لو عايزين تحطوا شطة ممكن، لو عايزين تستبدلوا الفلفل الالوان بفلفل رومي برضو بيبقى حلو قوي. وهنا كمان معايا بقى الكرشة، برضو خدتها قطعتها برضو لما بردت، قطعتها برضو بالحجم اللي انا عايزاه وسط كده. والطماطم دي انا كنت مفرزاها طبعا، ضربتها في الخلاط يعني كنت مسبكاها زي ما انتوا شايفين كده تقيلة. ضفت الطماطم عليها على طول من غير ما احط سمنة او دهنة او اي حاجة. يعني زي ما بقول لكم كده انا في مطبخي ما بحبش اكتر المادة الدهنية، يبقى الاكل كده مقبول وصحي. ضفت بقى التوابل بتاعتي، شوية ملح وفلفل اسمر وكمون وكزبرة وشوية شطة. الشطة برضو دي اختياري. ضفت كمان معلقة كبيرة من الثوم، يعني بصوا ولا تقلية ولا سمنة ولا اي حاجة. ان شاء الله لما تجربوا الطريقة برضو بتاعتها هتعجبكم قوي. وضفت كوباية مية كمان عشان عندي زي ما حضراتكم شايفين كده الطماطم تقيلة. وفضلت كده سايباها على البوتاجاز لغاية ما اتسبكت. وادي شكل الطبق اهو، ومستوية تسوية حلوة قوي كاملة مع العيش البلدي بقى. اكلة يعني مشهورة في مصر حقيقة وبتبقى حلوة قوي. وادي الفيش اهي زي ما انتم شايفين. ان شاء الله تجربوا الطريقة وتعجبكم. ولو عجبكم الفيديو وانتوا جداد في قناتي اتمنى اشتراك في القناة، تنوروني ولايك حلو كده. والقاكم بخير مع فيديو جديد ان شاء الله.